السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لبس عليكم، كي دايرين مع صحاب؟ كلشي مزيان؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. كما كتشوفوا معايا انا حاطه المقادير قدامي، المقادير اللي هما بساط. بغيت نشارك معكم بما انه رمضان على الابواب، الله يبلغنا ويبلغكم ان شاء الله. قلت ارى نوريكم بعض من الوصفات ديالي وبعض من المملحات ديالي اللي كيجيو لا شكلا لا مضمونا، كيجيو غزالين لا في الحطه لا في المذاق، كيجيو هما هذوك. المهم ما نطولش عليكم. بالنسبه للعجينه عندي هنايا زلافه كبيره ديال الطحين، وعلى حسب الاشخاص اللي كاينين عندكم، بحال انايا راه غير جوج ديال الاشخاص هادشي كيكفيني. عندي هنايا الخميره ديال الخبز، الا بغيتوها تخمر لكم في الساعه ديروا معلقه كبيره، هنا دايره انا غير معلقه صغيره. هنايا عندي القليل من الملح وعندي السكر، ديما انا كنخلط الملح مع السكر. هنايا عندي يوغورت طبيعي، ربع كأس يوغورت طبيعي، وهنايا عندي ربع كأس ديال الزيت، وهنايا عندي كأس ديال الحليب شويه دافئ. هادو هما المقادير اللي غادي نحتاجهم لهاد العجينه ديال المملحات ديالي. وبالنسبه لهاد العجينه انا كنستعملها تقريبا في جميع المملحات، كتجي زوينه. تقدروا تستغناو على سنيده كنديروها غير باش يعطيو لنا اللون احمر. وشنو اخر بغيت نقول لكم؟ وبالنسبه ليا اليوم انا هاد المكونات اللي قلت لكم غادي ندير بهم جوج اشكال ديال المملحات. مهم ها نتوما معايا، دابا غادي نعجنهم. شوفوا العجانه هنا باش تشوفوه. صافي غادي نضيف الطحين. هنايا بالنسبه للحليب غادي ندير فيه الخميره الكيماويه، الخميره ديال الخبز عفوا، ماشي الخميره الكيماويه. نخليها باش تطلق ليا مزيان، باش ماشي تحبب ليا في العجانه. نخليها هكا كما قلت لكم باش ما تحببش في العجانه. نضحها جانبا. هنايا نضيف سنيده والملح ديالنا، نضيف هاد ربع كاس ديال الزيت تقريبا. نضيف المكونات كاملين، اليوغورت الطبيعي، محلقه جديده، كما قلت لكم على حسب عدد الاشخاص اللي هما بزاف بهم في الدار يقدروا يضاعفوا الكميه ديال هاد المكونات. نضيف دابا الحليب اللي درته مع الخميره الكيماويه. الحليب كما قلت لكم دفيته شويه قبل ما نستعملو. صافي دابا غادي نرد هادشي تعجن ليا. خليكم تشوفوا كي كتكون العجينه، هي ما كتكون قاصحه ما كتكون جاريه، كتكون متوسطه وكتجي من بعد ما تعجنت ليا العجينه هكا كتجي. ما كتجيش خفيفه وما كتجيش عاود جاريه باش ما تلصقش لينا. انا جمعتها شويه. دابا غادي نوضعها في واحد الاناء على هذا الشكل، نغطيها ببلاستيك غذائي. مع البرد دابا صعيب باش غتخمر لينا في الساع. بالنسبه للحشوه هنايا عندي جوج ديال الحشوات ماشي غير وحده. مهم هنايا عندي الكفته اللي حكيت فيها بصيله، درت فيها الربيع شويه كما كتشوفوا، تحميره شويه، ابزار شويه، خرقوم. مهم ومليحه بطبيعه الحال. هنايا عندي الزيتون، وهنايا عندي الفلفله اللي شحرتها. وممكن تضيفوا يعني الخضر اللي عندكم، الا خيزو اي حاجه ممكن تضيفوها. هذه بالنسبه للحشوه الاولى. انا غنوضع دابا الكفته تشحر ليا، وغادي نخلط معاها الفلفله ديالي، ونخلط معاها الزيتون، وغنعمر بهم المملحات ديالي.
قبل ما نمشي نشحرهم نوريكم الحشوه الثانيه. الحشوه الثانيه هنايا عندي بطاطا اللي كنت ديجا سلقتها مع الماء والمليحه. هنايا عندي فخوماج قطعته حتى هو. وهنايا عندي الطون ديال المطيشه. حتى لما كان عندكم غير طون ديال زيت تقدروا تزيدوا فيه شويه ديال المطيشه وتحركوهم حتى هذه فكره. مهم دابا غادي نمشي نطيب الكفته ديالي ونخلط معها هاد المكونات وعاد نعمروا المملحات. بالنسبه للبطاطا غادي نمسها على هاد الشكل كامله على هاد الشكل. ضفت ليها القليل من زيت الزيتون. هنايا ضفت ليها الربيع وشويه ديال الخرقوم وشويه ديال الملح. مع انا فسلقتها نسيت ما درتش فيها الملح. وشويه ديال الفلفله الحاره. صافي هادو هما المكونات اللي غادي نحتاج. غادي نحركهم مع بعضياتهم. نحركهم بهذا الشكل. دابا غادي نضيف الطون وفرomاج ونقول لكم تزيدوا اي حاجه كتعجبكم. بالنسبه للحشوه دائما كما كنقول كتبقى اختياريه على حساب شنو كتبغيو ولا شنو كتاكلوا. صافي غادي نوضعها جانبا حتى نعمر بها المملحات. صراحه كتجي لذيذه هاد البطاطا والطون وهاد المكونات اللي قلت لكم كيجيو صراحه لذاذ زوينين. انا راه ما عنديش ندير بالفرشه ديما كيعجبني نحرك بيديا. صافي. وبالنسبه للحشوه الثانيه ديال الكفته ها هي شحرتها ضفت فيها الزيتون ضفت فيها الفلفله. هاي حتى العجينه من بعد ما خمرت لينا نقسمها على زوج. بقيت كما قلت لكم اصلا درتها شويه ما كثرتش منه. دابا غادي نبدي نشكلهم دوائر صغيره. من بعد ما شكلتهم على هاد الطريقه كما كتشوفوا دوائر صغار ناخذ شويه ديال الطحين. انا نوريكم واحد جوج اشكال لايف باش تشوفوهم. العجينه كما قلت لكم كتكون ما جاريه ما قاصحه. ندير على شكل دائري ما نرققهاش عاود بزاف. على شكل دائري. تقدروا ديروها نتوما الا بغيتو ديروها كبيره تقدروا ديروها كبيره بغيتو ديروها صغيره. المهم انا هذا هو الشكل اللي كندير دائما. مهم الا عندكم الجرار انا ما عنديش كنقطع غير بالموس. كنجي هنايا الوسط شويه كاميرا. كنجي هنايا الوسط على هذا الشكل وكنقطع ماشي كنقطع كلشي غير في الوسط. وكنجي هنايا عاود بنفس الطريقه وكنقطع. كنجي هنايا الوسط خصو يبقى ليا ما مقطعش خصو يبقى ليا مجموع على هذا الشكل وعلى هذا الشكل بحال هذا الشكل كتجينا. ما عنديش الجرار الموس كيعذب شويه. بالنسبه اللي عندهم الجرار غتجيهم سهله بحال هكا. نتمنى تكون كتبان لكم مزيان هكا. دابا غادي ناخذ الحشوه ديال الكفته والفلفله ونوضعها هنايا. نوضعها في هاد الجوانب.
يديا باش تسد ليا العجينه ان فوا كيقيسها الماء ولا شي حاجه ما كتبغيش تسد. غادي نجي هكا، شوفوا غادي نجبد مزيان. ديك الساعات عاد غادي نزيد واحد شويه لحقاش باينين لي شويه خاويين. وغادي نجي بهذه الطريقه، غادي نجبد وغادي نجيبهم بهكا هكا حتى الوسط ونثبت، ونجيب الشكل الاخر حتى الوسط ونثبت على هذا الشكل. وهنايا نفس الطريقه. شفتوا هذا كي جا؟ غادي نوري لكم الشكل النهائي في التالي. وهذا كذلك نجي هكا نجبدو ونجي للوسط ونثبت. وهنايا نفس الطريقه الوسط. هاد الطريقه كنت شفتها في واحد المحل تركي وعجبتني. نجي بنفس الطريقه. الا بان لكم الحشوه خاصها تزاد زيدوها، مهم ما خصهاش تجي عامره، ما خصهاش تبان المملحه خاويه. بنفس الطريقه هكا ونثبت. وهنايا نفس القضيه غادي ندير هنايا ونثبت هنا ونثبت. شفتوها كي كتجي على هذا الشكل كتجي. نهزها لكم على هذا الشكل. دابا انا مازال ما ساليت، غادي نزوقها في الوسط. هنايا خديت زيتونه هكا ودرتها في الوسط. نزيد نوريكم نديرها لكم مره ثانيه باش تزيدوا تشوفوها مزيان. نعاودها مره ثانيه. نديرو الطحين ضروري من التحت، نشكلو على شكل دائره العجينه ديالنا. كي كتجي راه ما كتجيش جاريه وما كتجيش عاود قاصحه. كنأكد عليكم هذه القضيه ديال جاريه وقاصحه، لحقاش غادي تلقاو مشكل الا كانت العجينه جاريه، الا كانت عاود قاصحه غادي تجي مدقسه من الداخل. بنفس الطريقه غادي نعاودو هنايا من الوسط هكا ياكو، مقطعاش كامله. هنايا عاود من الوسط ونجيو هنايا من الوسط، وهنايا كذلك من الوسط بحال هكا. هنايا خصو ضروري يبقى لي خاوي باش نسدوها على شكل وريضه كتجينا. دابا غناخد الحشوه نوضعها. كندير في الاول غير شويه ديال الحشوه حتى كنشوفها واش عامره ولا ما عامراش، عاد كنزيد. من كنبقى نجبد العجينه ديك الساعات كتبان ليا واش راها عامره ولا ما عامراش. الشكل كنحاول نختصر باش ما يجيكمش الفيديو طويل، وفي نفس الوقت كنبغي نوريكم باش تعرفوا هي. نجيو هنايا هكا. دابا شفتوا بانت ليا خاويه شويه، نديرها في الوسط. نجي هنايا ونجبد ونثبتها في الوسط، وهنا كذلك ونثبتها في الوسط. بقى بنفس الطريقه. المهم غير يديكم مخصهمش يكونوا فاسقين، خصكم تمسحوهم من الحشوه عاد ديك الساعات باش تلصق ليكم. الا كانوا فيهم الحشوه راه ما غتلصقش ليكم. شفتوا بهذه الطريقه غنبقى غاديه. خاصني كل دقيقه نمسح يديا. المهم نثبت هنا ونثبت كذلك هنا. طاحت لي هنا هكا. كنحاول نحيد يديا باش تشوفوا مزيان على هذا الشكل. اها شفتوا كي كتجي هاهي. والطريقه جد سهله. انا خدت هي زيتونه وغادي نوضعها في الوسط غير باش نزينها. شوفوا نتوما باش بغيتو تزينوها ماشي ضروري صافي. حتى من كتهزوها ماشي ها
شفتوا الشكل ديالها. دابا نمشي للشكل الثاني اللي غادي ندير. كيفاش غادي نديرها هاد المره؟ ما غاديش نديرها، غادي نديرها على شكل دائره، ولكن في التالي المهم هانتوما كتشوفوا معايا غادي نردها على شكل مربع. كتشوفوا هي دابا على شكل دائره، غادي نردها على شكل مربع. غادي نقطع هكا هكا، الموس كيعذب في التقطاع هكا هكا، مهم على شكل مربع. اوكي على هكا على شكل مربع. دابا كي غادي ندير ليها، غادي نجي لهنايا القنت وغادي نقطع بحال هكا بحال هكا. غادي نقطع غير هاد الراس ديال العجينه هكا، ونجي هنا في نفس الشيء نقطع غير الراس، وهنا نفس الشيء الراس ديال العجينه اللي نقطع، وهنايا نفس الشيء. على هذا الشكل شفتوا، هادو هما اللي خصهم يتقطعوا. هنا خصو يبقى ليا نوضح هاد العجينه فنيكه اللي شرحت ليا، هادوك الجوانب نوضحهم فنيكه ونخليهم باش بلا ما يضيعوا. ها شفتوا الطريقه؟ كحس لكم مزيان باش يبان هادشي هكا كتجي. دابا غادي نعمرها من الوسط هكا. هاد الحشوه ديال البطاطا والطون ما غتندموش الا جربتوها، كتجي صراحه رائعه في المذاق، رائعه. والفرomاج حتى هو. صافي كنجي كنشد هاد القنت مع هاد القنت هكا، وهاد القنت مع هاد القنت حتى هما بنفس الطريقه هكا، وكنحاول نثبتهم في الوسط. وهاكي كتجينا، شفتوا كي كتجي. غنعاود معكم طريقه اخرى، واحده اخرى نخلي هذه هنايا باش تشوفوها مزيان. نمشي لواحده اخرى بنفس الطريقه، كنحاول نزرب باش ما تخمرش ليا العجينه، وفي نفس الوقت كنبغي نوريكم باش تشوفوا كلش. قطعهم في الساع وبنفس الطريقه اللي درنا في الاول نخدموا على الزوايا. هنا نفس الشيء. وهنا نفس الشيء كذلك. نحاول نقطع غير جوج زوايا كما شفتوا في الاول. ناخذ الحشوه نوضعها في الوسط، نعمر بها الوسط كامل. وغادي نجي هادو كما كتشوفوا مع هادو غادي نثبتهم في الوسط على هذا الشكل،
ونجي هنا لهادو هكا ونثبتهم هنايا. وها هي الشكل ديال المملحات كيف كيجي. شفتوا؟ دابا غادي نكملهم كاملين وندخلهم للفران يطيبوا ليا، وخليكم مع الشكل بعد ما يخرجوا من الفران.